السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومكملين محاضراتكم كورس سيكوال سيرفر ادمنستريشن. إن شاء الله السيشن ده من ضمن السيشنز اللي هنبدأ أو اللي بدأنا فيها من السيشن اللي فات، اللي هو خاص بالداتابيز ادمنستريشن. اتكلمنا طبعا عن البيج واتكلمنا عن الاكستنت واتكلمنا عن البيت ماب بيج، وعرفنا الجام والاسجام والكلام ده كله في السيشن اللي فات. ان شاء الله هنتكلم بقى النهارده على الجزء العملي شويه، هنتكلم وهنشرح الكلام ده كله على السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو، وهوريكم ازاي احنا بنكريت الداتابيز. وكريت الداتابيز ديت مش حاجه بنعملها كده مجرد ان هو كوماند بنكتبه اللي هو كريت داتابيز. قبل ما نكريت الداتابيز لازم يكون عندي استراتيجيه محدده في الكرييت بتاع الداتابيز بتاعتي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي دلوقتي تحديات خاصه بالداتابيز اللي انا هبدا اكريتها دي، زي مثلا البرفورمانس، عندي مثلا الباك اب، عندي مثلا الريستور، الكلام ده كله. طبعا عندي طبعا الايه، البارتيشننج، كل الكلام ده تمام. لازم قبل ما اعمل كرييت للداتابيز لازم ادرسه الاول. التيبلز هوزعها ازاي، الباك اب والريستور الاستراتيجي اللي همشي عليها ازاي، البارتيشننج همشي بيه ازاي، التيبلز هتتوزع ازاي جوه الفايلز، هتتوزع ازاي جوه الفايل جروب. كل الكلام ده لازم اكون ايه، مخطط له ودرسه بالورقه والقلم كده. انا هعمل الداتابيز بتاعتي دي ازاي. لما نيجي نكريت الداتابيز بتاعتي تمام، اول حاجه بتتكريت كفيزيكال تمام، اللي هو الايه، بيتكريت عندي الفايلز تمام. ديت الحاجه الفيزيكال اللي بتتكريت عندي. اول حاجه بتكريت عندي حاجه اسمها ايه، برايمري داتا فايل. لما باجي اعمل كرييت اهو، كرييت للداتابيز بتاعتي ايا كان اسمها ايه، بتكريت ايه. اول حاجه عندي كفيزيكال تمام، انا بتكلم دلوقتي كفيزيكال، الايه الفايلز او الداتا ايه، داتا فايل تمام. وبتكريت عندي طبعا حاجه اسمها ايه، اللوج فايل. الداتا فايل ده طبعا بيكون ايه، شايل كل الداتا بتاعتي، سواء مثلا تيبلز اندكس اي حاجه تانية، بيبقى ايه موجود جوه الداتا فايل ده. اول فايل بيتكريت بنسميه ايه، بيتسمى برايمري داتا فايل تمام. البرايمري داتا فايل ده تمام بيكون شايل كل بقى ايه، شايل كل الميتا داتا بتاعت الايه، بتاعت الداتابيز بتاعتي، شايل كل البوينتر الخاصه ايه بالفايلز التانية اللي انا ايه هبدا اكريتها. مثلا انا لو هكريت فايلز تانية تمام، كريت لي مثلا ايه قول لي بوينتر للفايلز دي تمام، ومكانها فين والكلام ده كله. بيبقى ايه شايل زي ما اقول لك كده الميتا داتا اباوت ايه، الداتا ستراكشر او الداتابيز ستراكشر اللي انا ايه، اللي انا عاملها، داتابيز ستراكشر اللي انا ايه عاملها. ويكون شايل ايه تاني، ويكون شايل بوينترز، مؤشر للايه الفايلز التانية اللي انا ايه هبدا اكريتها جوه الداتابيز بتاعتي تمام. ده البرايمري ايه، برايمري داتا فايل تمام. ناخد بالنا من حته ان احنا التيبلز او حجم الداتا اللي انا بحطها تمام، مش بتحدد، ما تقدرش تحددها ان ده موجود في فايل واحد ولا فايل اتنين ولا فايل تلاته. يعني التيبل بتكريته ما بيبقاش محدد الفايلز الموجوده ايه، او اللي هيتسيف الداتا بتاعته جوه انهي فايل تمام. طيب البرايمري داتا فايل ديت ده يعتبر ايه، الفايل الاساسي. ولازم اي داتابيز لازم ايه يكون فيها واحد ايه، في واحد برايمري فايل تمام. والامتداد بتاعه بيبقى ام دي اف، مع اعتبار ان انت ممكن تغير الايه الامتداد بتاعه عادي تمام، بس هو يفضل ان احنا ايه يفضل زي ما هو كده بالاسم بتاعه. اي فايل تاني بقى انت بتكريته بيتسمى بالايه، secondary داتا فايل تمام، secondary داتا فايل. والامتداد بتاعه بيكون ايه، دوت ان
df. تمام. طيب عندنا بقى حاجه لوجيكال بنسميها ايه؟ بنسميها فايل جروب. ماشي. الفايل جروب دي ممكن تشيل فايل، ممكن تشيل 2 فايل، ممكن تشيل 3 فايل، ممكن تشيل ايه عدد اللي انت ايه عاوزه من الفايلز. تمام. بس اول برايمري داتا فايل بيبقى موجود، ده لازم في ايه؟ في برايمري، برضو برايمري داتا فايل جروب، ده الاسم بتاعها. برايمري ايه؟ برايمري فايل جروب. بيبقى شايل الايه؟ اول واحد ده اللي هو برايمري داتا فايل، وممكن تشيل معاه اكتر من ملف تاني. تمام. برايمري فايل جروب هي لوجيكال، ماشي، كونتينر، لوجيكال كونتينر للداتا بتاعتك. ممكن تشيل فايل، ممكن تشيل 2، ممكن تشيل 3، ممكن تشيل ايه العدد اللي انت عاوزه. تمام. ممكن تقسم مثلا التيبل بتاعك مثلا على ايه؟ على فايل جروب مثلا واحد، وليكن مثلا انا عاوز بتكلم على ترانزاكشن بتاعت مثلا ايه كلاينتس عندي مثلا بييجوا عندي مثلا الشركه او بيشتروا مثلا او اي حاجه، احط الترانزاكشن ده ماشي كتيبل مثلا جوه فايل جروب. فايل جروب مثلا اسميها كده يعني، ده اسم. واحط مثلا اكتر من فايل متقسمين يتحط فيهم التيبل الخاص بالايه؟ بالترانزاكشن ده. تمام. طبعا الكلام ده ممكن انت تتلخبط فيه، انا هشرحه بالتفصيل دلوقتي على الايه؟ على المانجمنت ستوديو. تمام. طيب بالنسبه بقى اللوج فايل ده ما لا يتعامل معامله الايه؟ لا يتعامل معامله الداتا فايل. يعني ما بتحطش في فايل جروب والكلام ده، بيتحط فيه زي الترانزاكشن اللي بيتم على الايه؟ الداتابيز بتاعتنا. تمام. طيب نبدا دلوقتي على الايه؟ المانجمنت ستوديو، نشوف هنكريت ازاي الداتابيز بتاعتنا. تمام. ده يعتبر المانجمنت ستوديو بتاعي. تمام. عندي هنا مثلا الايه؟ ادي اسم، ادي السيرفر بتاعي، وادي الايه؟ البيانات بتاعته. تمام. الداتابيز اللي موجوده فيه، وادي كل الايه؟ البيانات اللي انا ايه؟ سكيورتي والسيرفر اوبجكت والريبليكيشن والكلام ده كله هنتعامل معاه او هناخده واحده واحده مع بعضنا ان شاء الله خلال الايه؟ خلال الكورس. نيجي على اول حاجه، لو انا عاوز مثلا اعملها ويزرد يعني وكده، على الداتابيز واقول ايه؟ نيو داتابيز. ابدا احط اسم الداتابيز بتاعتي، وليكن مثلا ايه؟ اكتب مثلا ترانزاكشن. ده اسم الايه؟ الداتابيز بتاعتي. تمام. هنبص نلاقي ان هو ضاف لي هنا ايه؟ ادي الداتابيز فايلز، ادي ترانزاكشن، ماشي، والفايل تايب هيبقى رو داتا. تمام. وادي زي ما قلنا الفايل جروب، او الفايل جروب بيتكريت اللي هو ايه؟ برايمري فايل جروب، فايل جروب. وادي الانيشال سايز كذا، وادي الاوتو جروس. طبعا احنا ايه؟ مش عاوزين نعتمد على الاوتو جروس قوي يعني، بس لما نيجي نعمل الاوتو جروس مش هنقفله خالص، بس كل اللي فيها ان انا مش هشتغل على البرسنتج، هشتغل على الميجا بايت، وده ريكومندد افضل يعني. تمام. بيحدد طبعا الباص بتاع الفايل بتاعي، وليكن انا هحطه على السي. اغير مثلا الباص بتاعه، هو تاخد اغير الباص، احطه دلوقتي مثلا في السي، على اعتبار مثلا احطه في حاجه اسمها ديسكس اهو، على اعتبار مثلا ان عندي اكتر من ديسك وكده، فانا هبدا ايه؟ احط الفايلات بتاعتي. ديسك 1 هحط فيه الايه؟ البرايمري داتا فايل بتاعي، ماشي. اللوج فايل مثلا هحطه في ايه؟ في ديسك 3. ادي بقى ممكن ادي هنا ايه؟ زي لوجيكال فايل نيم كده للفايل بتاعي مثلا، وليكن هنا اقول ان ده خاص بالترانزاكشن مثلا، ترانزاكشن 1، ماشي. عاوز ادي مثلا لللوجيكال اقول له اي حاجه، مثلا ادي له اسم برضو بس انا هسيبه زي ما هو كده. ممكن اضيف اكتر من فايل زي ما احنا شايفين كده، وده رو داتا برضو. تمام. اقول ده مثلا ترانزاكشن 2. ده ممكن احطه، طبعا انا ما عنديش هنا غير فايل ايه؟ جروب واحد اللي هو برايمري. تمام. برضو احطه هنا مثلا، وليكن انا عاوز احطه في ديسك ايه؟ ديسك 2. وادي له مثلا ايه؟ فايل نيم تاني اسمه ايه؟ ترانزاكشن
ترانزاكشن 2. تمام. انا كده ضفت الايه الفايلز اللي انا عاوز اضيفها في بالنسبه للداتا فايل. ماشي. في هنا عندي حاجه اسمها ايه فايل جروب، ممكن اضيف اكتر من فايل جروب طبعا. تمام. وليكن مثلا ايه اقول على ده السكندري ده يعتبر اللي هو ايه الرو تاني، ممكن اخليها ريد اونلي بحيث ان انا بعد كده الترانزاكشن وليكن انا ريد اونلي ده، وليكن انا بعمل بارتيشننج، ده هيفيدنا اكتر في البارتيشننج. ازاي؟ لما يكون عندي تيبل مثلا في متقسم زي في الترانزاكشن، وليكن الترانزاكشن بتاعت 2024 2023 2022 الكلام ده كله، انا عامل بارتيشننج حسب السنه. تمام. انا عاوز الايه البارتيشن او الداتا بتاعتي بتاعت 2022 ديت محدش يعمل عليها اي اديت. تمام. فبعمل الفايل جروب ريد اونلي بحيث ان الناس لما تيجي تدخل على الداتا الموجوده بتاعت 22 محدش يقدر يغير فيها. تمام. طيب الديفولت ممكن ايه طبعا اغير في اخلي هي ديفولت برضو او ايه، يعني انا لو عملت كده هيتشيل من ايه من فوق، يبقى هو الديفولت عندي الفايل جروب الديفولت عندي ان هو يكون ايه السكندري جروب، لكن انا اخلي الايه اخليها عادي اللي هو الايه برايمري هو ايه الديفولت بتاعي. تمام. طيب انا دلوقتي ممكن اغير اخلي دي مثلا ايه السكند رو. ماشي. طيب وادوس اوكي. تمام. كده هيعمل لي ايه، هيعمل لي 2 فايلز، وهيعمل لي ايه لوج فايل واحد، وهيعمل لي طبعا 2 برايمري ايه 2 فايل جروب. ماشي. واحد برايمري واحد ايه سكندري. تمام. انا طبعا المسميات دي ممكن اغيرها زي ما انا عاوز. تمام. ده بالنسبه للايه لو انا هشتغل على الويزرد زي ما احنا شايفين. تمام. دي كده محطوطه غلط، احنا هنغير ايه مكان تاني عشان ده اللوج فايل. ماشي. واقدر طبعا اضيف اكتر من فايل. تمام. طيب نشتغل بقى على الايه كويري. نكتبها ازاي بقى كويري؟ هنيجي هنا، طبعا احنا كده بنشتغل على الليفل بتاع الداتابيز. ماشي. بنشتغل على الليفل بتاع الداتابيز. لو مثلا فهعمل ايه بعمل كرييت داتابيز، وليكن نسميها اي اسم، مثلا عاوزين نسميها ترانزاكشن. تمام. اول حاجه هنقول ايه on primary. on primary ده معناها ان هو هيضيفه في الايه الفايل جروب برايمري بتاعي. تمام. طب انا لو مش مكتوب الجمله دي خالص، لو ما كتبتهاش هو اوتوماتيك هيودينا على الايه على الجروب اللي هو ايه on primary. تمام. طيب هبدا اضيف الايه الفايلز بتاعتي. هفتح قوس كده واكتب النيم اللي هو ايه اللوجيكال للفايل بتاعي. نيم واللي يساوي مثلا وليكن نديله زي ما قلنا كده ترانزاكشن 1 كوما، والفايل نيم اللي هو طبعا الفايل بتاعي او الباص بمعنى اصح، يعني اسمي الفايل بتاعي ترانزاكشن مثلا ترانزاكشن 1 اهو. دوت ام دي اف عشان ده يعتبر الفايل بتاعي الاولاني. تمام. واقفل. عاوز اضيف طبعا عاوز اضيف فايل تاني، ممكن اعمل كوما دي واكتب واكتب الفايل التاني عادي خالص. تمام. بس طبعا واخدين بالنا ان احنا هنخليه الام دي اف، ونغير طبعا الاسم بتاعه. نغير هنا نخليها 2، ونغير هنا 2 نخليه ده دوت ان دي اف. تمام. عاوزين فايل تاني، ممكن نحط فايل تاني فايل 3 كده. كريتنا يعتبر 3 ملفات اهو. طيب انا عاوز دلوقتي اكريت فايل جروب تاني واحط فيها فايل. هعمل ايه عادي خالص، ادي الكوما واكتب ان ده فايل جروب اهو، فايل جروب، واسمي الفايل جروب بتاعتي مثلا وليكن اف ترانزاكشن او اف 2 مثلا ترانزاكشن.
واحط فيها عادي الايه، برضو نفس الكلام زي ما احنا شايفين كده، وليكن اهو كده كوبي اهو. ده مثلا اغير الاسم بتاعه عادي خالص، ده 4، واقول ده مثلا ده ترانزاكشن رقم 4، واديله مثلا ده ديسك 2، ده ديسك 3، وده ديسك 4. تمام. وابدا اول مثلا اللوج بقى هيكون ايه في انهي فايل. ادي اللوج اون، افتح قوس. طبعا اللوج عندي الامتداد بتاعه بيبقى ايه ال دي اف. تمام. هو طبعا هنا في ايه في كومه زياده اهو، هشيل الكومه دي. تمام. واقول ده ايه اللوج فايل. واقول ده ايه لوج اهو، ترانزاكشن لوج. غير الايه الامتداد بتاعه ال دي اف. اقول ده ديسك كام، ديسك 5. رنيت كده، رن ونشوف هل في مشكلة بقى فين. مش لاقي اللي هو الديسك 4 والديسك 5. ماشي، وليكن احنا هنقول مثلا ده ديسك 3. دي الديسكس اللي احنا كنا فتحناها قبل كده، خليهم كلهم في ايه ديسك 3. وعملنا اكسكيوت رن وتمام زي الفل. تيجي بقى نبص عليهم في الايه في السي. تحت كده السي، ادي هو فولدر ديسكس. انا عندي هنا ايه تلات فولدرات. وليكن انا بتكلم الديسكس ديت على اساس ان هو ايه اكتر من ديسك يعني، بس انا ايه عندي بس هو ديسك واحد، فانا إيه بس بوريكم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي يعني. وديسك 1 ديسك 2 وديسك 3 ادي فيها الفايلز بتاعنا. طبعا ده موجود في فايل جروب مختلف. وادي ايه ده ترانزاكشن 3، وادي الايه اللوج فايل. احنا لو جينا برضو لو رجعنا على المانجمنت ستوديو كده، وجينا على داتابيز وعملنا ايه وبصينا كده عملنا ريفرش، هنلاقي ترانزاكشن اهو. لو جبنا البروبرتيز بتاعتنا مثلا وبصينا على الفايلز، هنلاقي عندنا ايه 4 ملفات اهو. تمام. ونوعهم رو داتا او روز داتا. تمام. وادي الايه فايل جروب اللي هم موجودين فيها. تمام. وطبعا هو خد الديفولت ان هو موجود فين في سايز الديفولت بتاعه الاوتو جروس. تمام. ادي الباص بتاع الايه الفايلز بتاعتي، وادي الايه الاسم اللي هو الايه الفايل نيم. تمام. طيب الفايل جروب اللي عندي كام؟ ادي 2 فايل جروب اللي احنا شفناهم هم. تمام. ادي الفايل جروب بتاع البرايمري، وادي الفايل جروب بتاع اللي هو الايه الاف 2 ترانزاكشن. كل فايل جروب فيها كام فايل، والبروبرتيز بتاعت ايه كل فايل جروب. تمام. ده كده ايه يعتبر الداتا فايل جروب. ازاي بنكريت داتا فايل جروب؟ طبعا الفايل جروب دي فيها 3 مستويات او 3 انواع. داتا فايل جروب، والفايل ستريم فايل جروب، والميموري اوبتمايزد فايل جروب. دول ان شاء الله او الانواع التانية دي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في السيشنز اللي جاي. اهم حاجة تكون عرفت ازاي تكريت الفايل جروب، وازاي تكريت الفايلز، وازاي تقسم الفايلز اللي عندك حسب طبعا الاستراتيجيز اللي انت هتشتغل عليها، بحيث تظبط البرفورمانس بتاعك وتظبط الباك اب والريستور. تمام. اتمنى يكون السيشن ده يكون مفيد لحضراتكم وما يكونش فيه اي لبس. وطبعا ده محتاج تدريب، ومحتاج ان انت تدرس ازاي، او مش تدرس، ان انت تجيب ورقة وقلم كده وتعمل داتابيز وليكن قصادك. تمام. تشوف مثلا الداتابيز ديت انت هتعوز منها ايه. تشوف التيبلز الكبيرة مثلا، هل هتحطها على اكتر من ديسك؟ مثلا لو انت عندك سان ستورج مثلا هتحط على اكتر من ديسك، ولا
هتبقى تتعامل معاها ازاي. تمام. لان طبعا لما تحط الداتابيز بتاعتك وليكن التيبل بتاعك، لو تيبل كبير فيه داتا كتير جدا، التعامل بتاعه لو هو مثلا موجود على ديسك واحد، طبعا ديسك هياخد وقت، او هياخد وقت في الريتريف يعني عشان لما تطلع منه داتا، غير ما اكتر من ديسك يبقى متوزع عليها الايه التيبل بتاعك. تمام. هتحط التيبل ده مثلا في فايل جروب واحد، ولا هتحطه في اكتر من فايل جروب؟ دي كلها حاجات انت لازم تحددها قبل ما تبدا في عمليه. هتستخدم كام فايل جروب، هتستخدم كام فايل، الكلام ده كله. توزيعات الفايلز والفايل جروب ديت على الاستورج اللي عندك هتبقى عامله ازاي. دي كلها حاجات لازم تكون انت حاططها بالورقه والقلم قصادك قبل ما تكريت الداتابيز بتاعتك. تمام. آه هنا نكون احنا خلصنا يعتبر السيشن بتاعنا ده. اتمنى نكون استفدتوا من السيشن ده ان شاء الله. ولو في اي مشكله طبعا انا معاكم في الكومنتس لو في اي مشكله، وطبعا على الجروب بتاع الواتساب. اشوفكم ان شاء الله على خير في السيشن الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.